السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير والسعادة والجمال عليكم. يا رب كل سنة وانتم طيبين وتنعاد علينا الأيام وعليكم بألف خير. النهاردة الصراحة أنا مش جايبة أي روتينات ولا أي حاجة. أنا عملت بيتزاية كده حلوة للبنات وحبيت أصور الفيديو وأشاركه معاكم. ريتال طلبت مني بيتزا وانا بصراحه استسهلت، قلت بلاش بقى طبيخ النهارده، ورحت داخله جايبه كده 3 كوبايات دقيق وكيس خميره ومعلقتين لبن ومعلقتين سكر ومعلقه ملح صغيره ومعلقتين دقيق سميد. ايه ده يا ايمان؟ دقيق سميد؟ دقيق سميد. دقيق السميد بيدي عرق كده للبيتزايه وبيخلي طعمها حلو جدا جدا جدا. جربوها ومش هتندموا. هوريكم البيتزايه عامله ازاي. بعد كده رحت جايبه حوالي 4 معالق زيت ورحت نازله بيهم على الدقيق، وحاولت بقى ايه بايدي كده ان انا اخلي الدقيق يشرب من الزيت لحد ما يبقى عامل زي رمل البحر كده لما امسكه بين ايدي. ابتديت اقلبه. بصوا انا هوريكم في الفيديو بعد ما ابتديت اعجنه كده ان هو ابتدى يمسك في ايدي. بعد كده جبت ميه فتره مش سخنه ولا بارده، ان الميه اللي احنا نقدر نستحملها، وابتديت انزل واحده واحده. طبعا كميه الميه بتختلف من اختلاف نوع الدقيق. نسيت بقى، لو انتي اول مره تشوفيني اقولك ان انا اسمي ايمان ابو هيبه معاكي ودي قناتي. ما تنسينيش بقى بالاشتراك واللايك والشير والسبسكرايب، واخواتي الغاليين اللي دايما يا رب مشجعيني كده بكومنتاتهم الحلوه وبلايكاتهم. مستنيه منكم الدعم دايما. القناه بتكبر بيكم بفضل الله. انا هنا كده ابتديت اعجن فيها. لازم تعجني فيها كويس قوي. طيب لو عندي عجان يا ايمان اعجني فيه، بس عايزه اقولك حاجه مهمه قوي قوي قوي، ان حراره ايدنا بتفرق قوي في العجين وان هي تديها عرق كده حلو. انا بعد كده خلصت هنا. يعني لو انت هتعجني مثلا بعجين حاولي كده دقيقتين 3 بايدك في الاخر، ده بيفرق قوي في العجينه. دهنت كده البوله اللي انا كنت بعجن فيها نقطتين زيت، ودهنت العجينه وسبتها تخمر. الجو كويس وخمرت معايا بسرعه. سبتها تخمر ورحت عملت صلصه البيتزا. صلصه البيتزا سهله جدا جدا جدا. معجون صلصه طماطم، عليه معلقتين زيت، عليه شوية زعتر، عليه شوية توم باودر، وشوية سكر صغننين وشوية ملح. بس كده بس كده. نزودهم شوية مية صغننين ونقلبهم كويس ونرفعهم على النار يبتدوا يغلوا، ونسيبهم لحد ما يبردوا خالص. ما ينفعش احط التوبينج او الصوص بتاع البيتزا على العجين على طول. ليه؟ العجين بتاعي مش هيترفع كويس، مش هيستوي. اي مكان تحتيه الصوص دوت هتلاقيه معجن ومش هيبقى الطعم ظريف. يبقى انا لازم استخدم التوبينج او صوص البيتزا بتاعي وهو بارد. انا هعمله كده واسيبه على جنب يبرد لحد ما العجينه تخمر، وبعدين بقى ابتدي اشتغل بيهم براحتي. انا البيتزا اللي هعملها بيتزا بالسوسيس. بصوا بقى، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كده العجينه بتاعتي خمرت اهي. مخدتش وقت والله معايا على حسب الجو. طب لو الجو مش مساعدك ولعي فرن البوتاجاز ده فيه شويه كده، بعدين روحي مغطيها بحته كده وسيبيها جوه الفرن، هتلاقيها خمرت معاكي بسرعه. انا هنا ال3 كوبايات دقيق دول هيعملوا لي بيتزايتين. انا عملت واحده مشكل جبن وعملت واحده بالسوسيس. ابتديت افردها. طب ايمان انت ما دهنتيش دقيق؟ عادي جدا. انا عارفه ان عجينتي ملمسها كويس وبتتفرد معايا بسرعه ومش محتاجه افرد دقيق. انا بقى دهنه الصينيه بتاعتي ورشه عليها دقيق سميد. يعني ايه مبطنها بدقيق سميد؟ مقطناها بدقيق سميد. بيفرق جدا 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 يا بنات في الكريسبي كده بتاع البيتزا، اللي بنيجي نقطمها نلاقيها كريسبي كده من تحت ومن جوه، مع المكونات بتاعه البيتزا بتبقى هشه كده وحلوه قوي. فرست البيتزايه بتاعتي. اولا انا ما بحبش البيتزا تخينه، انا بحبها رفيعه. طبعا انت اللي بتقدري تتحكمي في السمك والوسع بتاع البيتزايه بتاعتك. دي صينيه مقاس 26. كانت مناسبه جدا جدا للبيتزايتين بتوعي. ابتديت اخرمهم كده. بتخرميها ليه؟ لان انا مش عايزاها تعلى معايا قوي قوي. انت مش شرط تخرميها، براحتك اشتغلي فيها عادي. بعد كده حطيت الصوص بتاعي. يلا بقى بينا كده واحنا شغالين نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى ال بيتك الكريم. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. اللهم اني يا رب يا رب بارك لنا وارزقنا ووسع رزقنا، قادر يا كريم يا رب. يلا بقى استغفري طول ما انت واقفه في المطبخ. استغفري بخلاف ان انت اللي بتعمليه دوت بتاخدي عليه اجر وثواب من ربنا. ده نعمه وفضل. استغفري عشان اجرك يزيد.
انا بقى حطيت طماطم شرايح. طبعا بصوا الحشو ده براحتكم، انتوا تقدروا تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس انا قلت لك اسهل عجينه بيتزا وهتطلع معاكي ناجحه جدا. 3 كوبايات دقيق زي ما قلت لك، ومعلقتين سكر، كيس خميره، ويا ريت الخميره بتاعت كوكس لانها رائعه 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 بجد يعني. انا جربت حاجات تانية زي دريم وانواع تانية ما عجبنيش قد كوكس. آه 3 كوبايات دقيق زي ما قلت لكم، معلقتين سكر، كيس خميره، معلقتين لبن كبار، معلقة ملح صغيرة، معلقتين كبار من دقيق السميد، 4 معالق معانا من اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله من الزيت. يا ريت يكون زيت نظيف ويا ريت يكون زيت زيتون. ونبتدي ننزل بيهم على المكونات الجافة بتاعتنا ونشتغل بيهم كويس قوي، وهنلاقي بإذن الله العجينة معانا في منتهى الجمال. نعجن كده بيهم وننزل بمية فترة، وإن شاء الله إن شاء الله البيتزا تطلع معاكي ناجحة جدا ومفيش أسهل من كده. أنا بقى هنا حطيت البيتزا بتاعتي على الوش، وحطيت جبنة ميكس وحطيت جبنة موتزاريلا. أنا بحب طعم الاتنين مع بعض، ورحت على الوش كده رشة زعتر وبس. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، ولازم الفرن يكون سخن كويس قوي قوي قوي. وخرجتها وكانت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. فيديو النهارده مش محتاج اي حاجه، انا عملت بيتزايه وقلت اشارككم البيتزايه بتاعتي. انا ما كانش ورايا اي حاجه، مفيش روتين، شقتي الحمد لله ربنا يديمها عليا نعمه نظيفه، مفيش اي حاجه اقدر اعملها. بس استنوني بقى من بكره ان شاء الله ان شاء الله فيديوهات تجنن 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 هتعجبكم. كلها حاجات بقى استعدادات خفيفه كده هتوفر علينا في الوقت وفي المجهود، وهنعمل حاجات بنشتريها من بره بمبالغ كبيره، بس لو عملناها في البيت هتبقى احلى بكتير وانضف بكتير واوفر بكتير. بصوا بقى الجمال يا سيدي يا سيدي، الارديف بقى كده والشكل، وكوبايتين الازاز كده والبيبس المشبر يا سيدي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم مني كل جديد. انا معاكم ايمان ابو هبه، اتمنى دايما منورين يا رب يا رب، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. لايكات بقى كتير ارفعوا عشان الفيديو يترفع على قد ما تقدروا، والقناه بفضل الله تكبر بيكم وبدعمكم. استودعكم الله، استنوني الفيديوهات الجايه، بحبكم في الله، مع السلامه.